السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عالم زيزي. النهاردة عملت كمية فايش، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا ولاد، الله اكبر. عارفين احلى كمان من بتاع الافران؟ يعني مش هقدر اقولك ده زي بتاع الافران، والله العظيم احلى من بتاع الافران. انتي بس جربيه كده وامشي معايا على الوصفة واحدة واحدة. نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة، هحط عليها معلقة الا ربع من الكركم وربع معلقة من بودرة الزعفران. لو مش موجودة استغني عنها وكملي معلقة الكركم كاملة. الكركم بيدي قيمة غذائية عالية جدا للحاجة. معايا معلقتين من السكر، ومعايا معلقة الا ربع من اليانسون المطحون. معايا كوباية مية دافية، وهنزل بيها على كل الحاجات دي وهقلبها كويس جدا عشان الكركم وبودرة الزعفران ما يعملوش معايا تكتلات في الدقيق. معايا كمان كيلو من الدقيق المنخول، وعليه معلقه كبيره من البيكنج باودر وذره من الملح. واخد كل المكونات ديت واعجن فيها كده. كوبايه الميه الدافيه جنبك، وهتشوفي على حسب الدقيق بتاعك هنحتاج قد ايه من الميه الدافيه. بعد ما تتلم العجينه بتاعتي هرش كده الرخامه بتاعتي شويه زيت، وهنزل بالعجينه بتاعتي بقى، وهاتك يا عجن الحق من 10 دقايق لربع ساعه. انا عايزه العجينه بتاعتي النهارده تبقى ناعمه ومربيه عرق عشان تديني نتيجة ناجحة في الفايش. مش هيعمل معايا كده غير ان انا افتح العجينة واحط فيها زيت، عشان اضطر ان انا اعجنها كويس جدا وتربي معايا عرق. الزيت اللي هحطه وانا بعجن العجينة دلوقتي هي اللي هتخلي العجينة بسم الله ما شاء الله تديني نتيجة هايلة زي ما انا عايزة بالظبط. تمام، بصوا بسم الله ما شاء الله، انا بجد عملت عجينه ناعمه جدا وحلوه قوي كده. كون ان انا انتهيت وخلصتها، هبتدي ان انا احطها في الطبق واخمرها. هتخمر قد ايه؟ هتخمر لمدة تقريبا ساعة تخمير، هتديكي نتيجة حلوة جدا. بصوا بعد ما اتخمرت والله سبتها بس ساعة. تمام، هبتدي ان انا اخرج الهواء منها واخدها معايا كده على الرخامة، وابتدي اقسمها لثلاث اجزاء. 3 اجزاء لان انا عايزه الرغيف بتاعي يكون متوسط عشان اعرف اطلع منه شكل الفايش زي بتاع الافران بالظبط، ما يفرقش عنه حاجه. هاخد العجينه وابتدي افردها كده واشكلها رول، واقفلها من تحت كويس جدا، واعملها على شكل رغيف الفينو بالظبط. وعندي الصاج بتاعي مدهون بالزيت دهنه خفيفه بس كده، مسحه خفيفه بالزيت، وهحط فيه الفايش بتاعي. الفايش بتاعي انا مش هفتح له الفرن دلوقتي، لان انا هسيب الفايش بعد التشكيل يخمر نص ساعة، يخمر لحد ما يتضاعف حجمه. تمام، قبلها ب10 دقايق كده هكون شغلت الفرن بتاعي، وحطيت من تحت صينية ألمونيا فيها نص مية، نصها مية ونقطة من الخل عشان ما تسودش منك في الفرن. اول لما الفرن يسخن الميه هتبتدي تطلع بخار، فهتسوي الفيش عندي كويس قوي من فوق ومن تحت زي بعضه. وهدهنها كمان، هدهن الأرغفة بتاعتي ديت بمسحة خفيفة كده من اللبن الحليب، معلقة لبن حليب على معلقة لبن بودر، مش بيض خالص يا جماعة، معلقة لبن حليب على معلقة لبن بودر، يا دوب تديني اللمعة بس بتاعت الفايش كده. بصوا كده بسم الله ما شاء الله كنت خرجته. طبعا هو طري محتاج يتحط مرة كمان عشان ينشف بقى ويديني نفس القرمشة اللي بتبقى الفيش زي الفيش اللي جايباه من بره بالظبط. بس بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه ازاي. قطعيه، بس اهم حاجه سكينتك تبقى حاميه جدا عشان ما يتفتفتش معاكي. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه بجد، زي بتاع بره بالظبط، والله ما هتفرقي حاجه، بالعكس ممكن يكون احلى كمان. حضرت الصينيه بتاعتي، طبعا انا كنت قفلت الفرن، هبتدي ان انا اشغله تاني واسيبه ان هو يعني لمدة ربع ساعة قبل ما يحمى شوية كده، واقوم مدخلة فيه الفايش. بصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما خرج بجد تحفة، هيعجبكم جدا. يا رب تجربوه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.